اهلا بيكم. الجلد هو مرايتنا، وبشرتنا هي اول حاجه بتواجه المجتمع الخارجي. كل واحد لازم يهتم ببشرته، والعنايه بالبشره is a universal obsession. كل الناس بتهتم ببشرتها، وده علشان اهميه البشره في التعامل مع المحيطين بينا، علشان الانطباع اللي بتسيبه عند الناس اللي حوالينا، وعشان فعلا جلدنا هو مرايه اللي بيحصل في جسمنا. الموضوع مش تجميل وبس، الموضوع صحه في المقام الاول، لان البشره الصحيه هي البشره الجميله. وعشان كل واحد يعرف يعتني ببشرته عنايه سليمه، لان دايما الوقايه خير من العلاج. قبل ما تحصل مشكله وندور نعالجها ازاي، العلاجات تاخد وقت طويل وممكن ما تبقاش بالنتيجه المرضيه، لازم نعرف نعتني ببشرتنا. والخطوه الاولى في العنايه بالبشره هي معرفه نوع البشره. مش كل الناس زي بعض، ربنا خلقنا مختلفين، ومن ضمن الاختلافات اللي ما بيننا هو اختلاف نوع البشره. بتنقسم البشره عامه الى 4 انواع: بشره دهنيه، وبشره جاف، وبشره مختلطه، وبشره حساسه. والجميل بقى ان مش كل يوم بتبقى بشرتنا زي اليوم التاني. ايام الصيف بتبقى بشرتنا مختلفه عن ايام الشتاء، ايام الحر بتبقى مختلفه، لما بنلعب رياضه بتبقى مختلفه، مع الاسترس والتوتر بتبقى مختلفه، وكذلك بالنسبه للسيدات في فتره المنسترويشن. اذا لازم نفهم ان البشره دي حاجه دايناميك، مش حاجه ستاتيك. مش الغسول اللي بستخدمه كل يوم ينفع استخدمه على طول، والطريقه اللي بستخدمه بيها مش هي اللي هستخدمه بيها كل يوم. انما في برود لاينز او قواعد عامه لابد ان احنا نتبعها. اول حاجه هنتكلم عن البشره الدهنيه، لان احنا في منطقه تميل الى الحراره، وبناء عليه التعامل مع البشره الدهنيه مهم جدا عشان ما يحصلش انسداد لمنافذ الغدد الدهنيه والشعر اللي موجوده في البشره، ومنها تبتدي تحصل الالتهابات، واشهر حاجه موجوده منها هي حب الشباب. البشره الدهنيه يجب غسلها بعنايه، ليها غسول مخصص ليها، ودايما بنقول الغسول بيبقى افضل من الصابون. الغسيل على الاقل مرتين في اليوم. اهم مره هي قبل النوم، يليها في الاهميه المره اللي بنغسل بيها الوش الصبح. غسيل الوش مش رفاهيه، غسيل الوش مهم جدا، لان التنظيف السليم للبشره من كل العوامل الخارجيه اللي بنتعرض ليها، وكذلك الافرازات اللي بتطلع على سطح الجلد، مهم جدا لحيويه البشره وصحتها. الاول لازم نشطف الوش بالميه، وبعد كده نستخدم الغسول بالطريقه الطبيه السليمه، وبعد كده نرجع نشطفه تاني. مهم جدا مع البشره الدهنيه كان ان احنا نستخدم تونر بعد ما نستخدم الغسول، علشان نقفل مسام البشره ما تفضلش مفتوحه فتره طويله، لان منظفات البشره الدهنيه عاده بتقوم بتوسيع فتحات ومسام البشره الدهنيه علشان تطلع الافرازات الدهنيه من جوه. مهم كمان ان احنا نرطب البشره. في مفهوم سائد خاطئ ان البشره الدهنيه مش محتاجه لترطيب، ده مفهوم غلط. الصح ان احنا نستخدم المرطبات المناسبه للبشره الدهنيه، وكذلك بالنسبه للميك اب وادوات المكياج لازم ان احنا نستخدمها بشكل سليم، نختار الحاجه الملائمه لنوع بشرتنا. لازم نستخدم مكياج مناسب للبشره الدهنيه، ولا يحتوي على مواد زيتيه او دهنيه علشان ما يسبب لناش مشاكل اكتر.